السلام عليكم. ليش الإنسان اللي يشتغل ويحاول يقدم لبلده وشعبه وناسه فشي يتعرض لحملات التسقيط من قبل المنافسين، من قبل الخصوم، من قبل بعض المؤدلجين؟ هذا بمكان ما ندعمه، وبمكان ما نسانده، ومكان ما نقول له بارك الله بيك نريد من عندك الأكثر. لا، نطلع له صور قديمة، شوف هذا شلون كان، شوف هسه شلون صار. كل إنسان يتغير وجهه، كل إنسان خلي يطلع صور القديمة ويشوف وضعه. أنا واحد من الناس عندي صور والآن بشكل آخر. كل إنسان يتغير شكله، كبر خشمه، يصغر خشمه، تكبر عيونه، شيء طبيعي. يعني هاي محل التسقيط والسخرية مثلا ما تتعرض إلى أمطار المياحة هاي الأيام بصراحة خارج عن الضوابط الأخلاقية. يعني مرة جاي تشتغل وتقدم وعدها ناس وجمهور جاي يمدحون بيها ويدعموها. ليش؟ مقدمة خدمة. تجي أنت لأن ما عجبتك أو ما عجبك شغلها أو أنت على خلاف مع توجهها، لا تكون تسقطها. هاي مو منافسة شريفة، هاي يسمونها منافسة باطلة. إذا أنت فعلا حاب تنافسها، نافسها بعملك، قدم شيء لبلدك مثل ما هي قدمت.